عاملين لكم عروض، جايبين لكم اوض نوم الاربع غرف في البيت هتلاقيهم ب 150,000 جنيه. افرش بيتك ب 150,000 جنيه. في حد تاني عامل لك عرض، خد حاجات 3 غرف وعليهم الشيب، او مثلا ديسكاونت 10,000 جنيه. وتعالوا بقى نتفرج على التيكتشر بتاعت الحاجه والاشكال والخشب. اتفرج لي كده على الخشب بتاعهم. احنا موجودين في معرض اساس دمياط 6 اكتوبر، نادي 6 اكتوبر، البوابه الرئيسيه من على المحور المركزي. الدخول فري، وادخلوا وتعالوا اتفرجوا على الحاجه. احنا عايزين ندخل، احنا عندنا عرض هنا صح؟ اتفرجوا يا جماعه، هات لهم المكان كله الاول لفه كده على المكان. بصوا احنا معانا كميه اساس، احنا في خيمه واحده، احنا معانا 5 خيم في المكان، كله اساس حديث. سفره، بص الانتريه هنا في شحن واي فاي. بص الكهرباء والواي فاي، الشحن انا عجبتني. عندك ايه؟ دي عاملة 58، خليناها ب50 بس. اوضه السفره، السفرة كلها رخام زي ما انت شايفة كده، اوكي. كانت ب58. طب احنا هنفضل واقفين كده، ممكن نروح هناك شويه. طيب السفره دي بكام كرسي؟ دي 6 ودي 6 برضه. حاج محمد، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ مدير المعرض كله موجود معانا. حاج محمد، ايه الاخبار؟ انا بصيت عليك وانا داخله والله ما لقيتكش، فقلت اخد جوله لحد ما حضرتك تظهر. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. والله قول لي فكره المعرض. فكره معرض ان احنا يعني كل الناس المشتركه معانا هنا ده كلها ناس من دمياط، اللي عاملاه نقابه صناع الاساس بدمياط، ودي حاجه معموله عشان اعضائها وعشان الناس، يعني ترويج. انا كنت عارف اجى فتره الناس هنا فاتحه مصانع واللي مش عارف ايه والكلام ده كله، وبقى الشباب ما يعرفش يعني ايه. كان الاول اللي بيتجوز يعني بتتجوز عن رايح دمياط عشان تجيب المبوليه من هناك. احنا بقى جبنا لك دمياط لحد هنا، ومفيش حته شغل يعني عشان الناس تبقى عارفه. مفيش حته شغل بتخش المعرض هنا الا في لجنه من النقابه متشكله من النقابه، في نجار الاوض، في نجار الصوالين، في الاسترجي، في المدهباتي، في المنجد، كل حاجه لجنه على اعلى مستوى من النقابه. الحته الشغل اللي ما تستاهلش انها تيجي هنا هو بيرفضها، اللي سفنجها ضعيف، اللي الخشب بتاعها مش كويس، خشب ماهوش زان، القماش بتاعه، كل حاجه تفصيليا في حته شغل هنا في لجنه من النقابه شايفاها، يعني هي اللي بتدي تسريح الشغل ده يروح الشغل ده ما يروح. وده حاجه ما بتحصلش في اي معرض تاني على مستوى الجمهوريه، ان شغل بيروح يبقى شغل رايح معارض، كل اللي عنده حاجه مركونه بيجي يحطها. انما انت عارفه زي ما انت شايف هنا انا عندي يعدي ال 100 عرض. انت عارف يعني ايه يعدي ال 100 عرض؟ يعني 100 عرض، يعني في تنافس على اعلى مستوى، الروح التنافسيه عاليه جدا. كل واحد بيجيب احلى ما عنده واقوى ما عنده، لان لو جاب حاجه وحشه هيرجع بيها. صح. انا مش جايب شغل عشان ارجع، انا جايب شغل بنافس اسم، والاسم في الاول اسم النقابه واللي تعرفيه بقى. انا اللي جايب لك دول مش تجار يا ما باشا، لا مش تجار، انا جايب ده من الصانع. خد بالك من الكلمه دي كويسه، من الصانع للمستهلك، يعني اللي مصنع الحاجه دي من الصانع للمستهلك. يعني انا مش محتاج اعمل عروض، لان انا جايب ذات نفس الشغل فيه عروض. صح. وانا بقول لك احنا بنتحدى، وبقولها المره الثانيه بنتحدى اي حد في الموبيليا يجيب الاسعار اللي احنا بنعمل بها بنفس الجوده ونفس الاشكال دي ونفس الموديلات دي. احنا اعلى موديلات موجوده في الجمهوريه هي دي. النهارده انا بقول النهارده يعني احنا واقفين هنا مفيش حد ورانا، احنا شايفين لما انت هتشوف المعرض كله. احنا النهارده قول لي العرض اللي عندك، قول لي العرض اللي عندك كده. العرض اللي عندي اللي هياخد مني قطعتين هعمل له خصم 3000 جنيه عليهم. القطعتين 3000 جنيه سواء كان طقمين او ركنتين. عندك فكره في الصوفه دي؟ بصوا يا جماعه الحاجات خطيره، بسم الله ما شاء الله. عندي ايه؟ عندك تغيير قماش مثلا؟ لا تغيير القماش عرفنا هو بيبقى في خلال 10 ايام، ولو هنغير في نظام الخشب نفسه او في المقاسات 15 يوم. تمام. يعني جيب المنظر، انا عايز اجيب المنظر المعرض. طب احنا عندنا هنا عند الحاج علي في كوليكشن، في السكشن بتاع كوليكشن عامل الغرفتين عليهم ديسكاونت. الايه؟ المكان، اوكي. الكوليكشن بتاعه قال لك هو اسمه كوليكشن، القطعتين عليهم ديسكاونت 3000 جنيه. احنا موجودين في نادي 6 اكتوبر على المحور المركزي، الباب الرئيسي، البوابه الرئيسيه. هتدخلوا من البوابه الرئيسيه اللي على المحور على طول، هتلاقوا حته بطيئه كده تدخلوا بيها لو بعربيه. لو راكبين مواصلات برضه هتنزلوا قدام الباب الرئيسي معهد نادي 6 اكتوبر،
هتدخلوا الباب الرئيسي، الدخول فري من على البوابه لو انتوا داخلين المعرض. كل حاجه تتمنوها، احنا عندنا 5 خيم. ده قطع ايوه ده اللي كنت متميزة. بسالك فيه بقى. ايه ده الفكرة قطع، اللي فيه؟ ده قطع في ميكانيزمات، تمام، خشب كله لا زي ما احنا عايزين نشيل ده عشان آه. توريها لهم بقى ده كده. ميكانيزم، تمام، ده ميكانيزم وقطع، تمام. الاربع قطع مقاس واحد، تمام يا فندم. اوكي، نقدر نجيب لكم في كورنر هنا ونخلي دي الكبيره ودي الصغيره، هنبدا اغير فيه زي ما انا عايزه. نغير في زي ما احنا عاوزين. ناخد قطعه من دي نحطها جنب دي، عملنا ميكس الوان. ايوه كأن الاثنين فوتيه كده محطوطين جنب بعض، واحد لون واحد لون. احنا ممكن ناخد كرسي من ده وكرسي من ده، الاثنين جنب بعض يعملوا. بصوا بقى اللي هي بتتقلب سرير. طيب شفتوا القفله في اماكن تانية او في حاجات تانية بتبقى اي كلام، دي بقى ما تيجي تقفلها ما بتقفلش، بتعلق. فبيبقى مشكله. الارض مش كويسه كمان. بس احنا عندنا بس الارض اهي، وريهم الارض هنا منع ان الحاجه تتحرك، بس الحاجه في ثواني. تمام. طبعا احنا عندنا عرض هنا، هتاخد قطعتين هتعمل لك ديسكاونت 3000 جنيه في سيكشن كوليكشن. تعال نشوف اللي بعده. يلا اللي بعده بسرعه عشان عندنا كذا حاجه. ان احنا هنا المعرض كله نقابه صناع الاساس، انا بعمل دعايه للمعرض كله. يعني هنا شوف الركنه دي، هذا ركنه تتحط في قصور، مش تتحط في شقق كمان. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم ان الاسعار من المصنع لايدك من على طول. للمستهلك على طول بالظبط. كل يعني ده عنده ورشه اللي انت شفتيه ده. أيوة. ده عنده ورشه، احنا بنقول بقى ورش صغيره مش مصانع كبيره. ايوه، فانتوا خليكم واخدين بالكم ان هنا مفيش كوست، مفيش حاجه متحمله عليكم اكنكم رحتوا دمياط ورجعتوا. لا بتحمل عليك يعني حاجات كتير قوي، مش غير ان النقابه كمان شايله جزء من هنا. بصوا الصالون ده، مش بندفع مش العرض هو اللي بيدفع كله. هات لي الصالون بقى. بصوا الكياته والشياكه، بصوا الشغل العالي. القماشه دي اسمها ايه يا حاج؟ لا مش انواعها كتير واسمائها كتير جدا. مش دي بتبقى سيرما باين؟ لا دي بصوا فيها اوريك دلوقتي الحاجات بتشتغل يدويه. يعني في عندي بيزنس ده بيقول لك كتير جدا. الموديل اللي احنا قدامه ده، الموديل ده يقول لك موديل جديد. طبعا الناس اللي بتحب الحاجات الحديثه، الصالونات دي خطيره، طالعه ترندي كلها. كل الصالونات دي احنا يا جماعه هنوريكم ايه ولا ايه. احنا موجودين في 6 اكتوبر، نادي 6 اكتوبر، البوابه الرئيسيه. تعالوا بص على الخشب. احنا هنا بنتكلم على خشب مش بس قماش. بصوا يا جماعه اتفرجوا كده. لا انا مش هدفعه، لا ضهري يوجعني، لا استنى ما اجرب. لا مش هجرب. عندنا الاميره، عندنا ديسكاونت، في عندنا عرض هنا. تعالوا ندخل ناخد العرض بتاعنا. يلا بينا ندخل نشوف العرض. اتفرجوا مع الحاجه واحنا داخلين كده. هنا عندنا صالونات وغرف نوم ليزي بوي هديه، صح كده؟ اتفرجوا بقى على غرف النوم. اولا دي حاجات تحس ان هي يا جماعه، بصوا غرفه النوم الاطفال او الشباب. دي غرف نوم اطفال شباب. بصوا الشكل بتاعها، بصوا تقسيمات الدولاب، الخشب حاجه خطيره. تمام. ادي تسريحه، الدرج بتاع التسريحه، وعشان حاطين فيه مسامير وحاجات، الدرج بتاع التسريحه متبطن. لو جبت كده هتلاقي الدرج متبطن. طبعا التقسيمات بتاعتهم حاجاتهم خطيره. اوضه النوم السفره دي، عارفين انتوا كلمه بقول لكم اعتمد؟ اوضه النوم دي اعتمد معاهم معتز والنبي. اوضه النوم والسفره كمان. يعني هم عندهم هنا صالون وغرفه نوم شباب تعالى كده ثواني يا معتز. الدولاب بص، ده دولاب دريسنج، يعني الدولاب معمول بنظام الدريسنج. بقى لما نيجي نقفل سوفت كلوز، يعني عشان ايه احنا ما نبقاش فاهمين الحاجه كده تبقى معروف ان هي كويسه. اعمل ايه؟ افتح واحد بس، معلش عشان هو ما يطلعش في الكاميرا اهو. تقسيماته ممتازه. دي الدواليب الترندي اللي هي الدريسنج. خلينا نكمل زي ما احنا كمان. احنا طبعا العرض ده موجود في الاميره للاساس. احنا موجودين، الناس اللي عماله تسال اميره هو دي مضلمه. بصوا بقى، انت قلت لي ما تفتحيش دي، بس انا عايزه افتح ثواني. بصوا الدواليب من جوه. صحار بتاع يعني. ده محمد اللي جيب نفسه كمان معانا. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ محمد العرض معانا ايه؟
انت عايز عرض قلت لي ضروري؟ ضروري. ضروري؟ ايوه السوق انا عرض بكام؟ خطير. ايه طب انا اعمل لك عرض 4 غرف، ماشي. مش هقول لك 200 ولا 190 ولا 180. على فكره 150 وانا قايله على الباب بره. طيب ماشي. 150 يا جماعه، الاربع غرف ب 150. تعالوا اوريكم الاربع غرف. احنا في عبد عز الدين، في عز الدين سيكشن عز الدين. هات لهم كده الفلاج عشان الناس اللي عايزه تعمل سكرين ويعرفوا هنا المكان، واللي واقف في المكان اسمه محمد. الاربع غرف ب 150 الف جنيه. افرش بيتك كامل ب 150 الف جنيه. والله لو اوريكم